السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف مبروك يا زملكاوية. الفيديو ده عنوانه برازيلي وبس، برازيلي وبس. هو الحاجة الوحيدة الممتعة المفرحة في الماتش. غير كده احنا لا زعلانين ولا فرحانين. عاملين اللي عنده دور برد فبيخرج منه فبقه ممرر. انا لو مسكت الفرقة من اول محمد صبحي لغاية عدي الدباغ بالتغييرات هقول يعني انتوا لو حلوين ولا وحشين شكلكم غريب. صبحي باستثناء الكرة اللي صدها، كل كرة بيشوطها برجله بدل ما يبني هجمة بيودينا في 60 داهية، يطلعها بره يحطها لعيب تاني. خروجه في العرضيات مهزوز ومقلقنا، حاسه كده مش ثابت. عمر جابر مش موجود، لا دفاعي ولا هجومي ولا في ايه. فين عمر جابر؟ بنتايج الشوط الاولاني مش حلو، بنتايج الشوط التاني زاد شويه، بس ده حتى مش ريحه بنتايج خالص. بنتايج حاجه عاليه قوي، فاحنا مستنيينه اما نشوفه هيجي ولا لا. حسام عبد المجيد بقى انا احترت معاك، يعني خلصت فيك كل الكلام. انت احسن صانع العاب في مصر للفرق التانية يا عم، والله بعدها لك تاني. ضغط عالي، احنا بنلبس ابيض بخطين حمر، انت بتقطع الكرة فوق راكب ما شاء الله عملاق وتحطها لهم. تقطع الكرة وتروح حاطط له باصه. يا عم التانية بيلبسوا فانيلا غيرنا والله، بتبص لهم الكرة ليه؟ ما تركز يا عم. الونش انا عارف ان انت بتجتهد، انا عارف ان انت بتعمل كل اللي عندك، هتيجي ان شاء الله، بس لسه مش الونش ولا ربع الونش بتاع زمان. ماشي. فين محمد شحات؟ فين الجولدن بوي؟ حسدناك؟ في حد مثلا ملخبطك؟ في حاجه ملخبطك؟ مش مركز؟ انت فين؟ ده انت بدات تبقى حاجه كبيره قوي عند الجمهور. ركز وارجع. فين شغلك؟ ماشي. عبد الله السعيد وناصر ماهر بدأنا نفكر في حاجات مش كويسه، بنفتكر كهربا في ماتش السوبر. ها؟ ان بعض الظن اسم، احنا بنحبكم. انتوا مش صحاب الكوره، انتوا مش صحاب الكوره. يا عم ناصر ماهر بالله عليك، خلصنا من واحد كان شارك كوره والحمد لله وديناه في 60. ماشي. العب مع زمايلك. النهارده احنا هنركب الماتش ونزيد ونعلى وناخد ثقه ونسكت كل اللي السنه اللي عايزه اقطعها. بتعمل حاجات غريبه وعايز تلف الكوره وانت بنص جسمك مش معدول ومش راكز على الشمال مظبوط، ما الراجل جنبيك هو والشبكه. ما بلاش شغل احنا مش عايزين نهاجمكم، بس انتوا برضو ما تضايقوناش، ما توقعوش الدنيا. وشغل انا هثبت نفسي ده مش هينفع. مش كده كده هتثبت نفسك، لو الفرقه كسبت هتثبت نفسك. عبد الله السعيد العب على قد مجهودك، بلاش تعمل حاجات مش قادر تعملها. زين الدين زيدان اعترف بكده. بلاش نلعب ونبسط الدنيا، انتوا اتنين صناع العاب، واحد في 8 واحد في 10. فين الشغل السريع؟ اي هاف بيتمنى يستلم الكرة ويلف يروح لجون الخصم او يعملها لزميله. انت بتلف وتسند على زميل او تبطئ الهجمه او عايز ترقص وتشوط من 50 يارده من صلاح سالم. ليه يا عم ناصر مان؟ الله يهديك. مش كده. البرازيلي كده كده هخليه للاخر عشان نحل بيه زي الحلويات. شيكو بنزا ولا كلمه، محدش يقدر يفتح بقه. راجل ما شاء الله، اخلاص وسرعه وروح ومهاره وقوه ومركز ومية مية مليون المية كمان، ما بيأثرش وبيرجع يدافع وكل حاجه. عدي الدباغ انا مش هتكلم، ما ظهرتش لسه. انا مش عارف حتى احللك، محدش عارف يقيمك. لا انت وحش ولا انت حلو، وزنك زايد شويه ولا هو ده جسمك الطبيعي كتلتك العضليه عاليه، مش عارف. فمش عارف اتكلم عليك، ومستنيين منك كتير بصراحه. ادم كايد، مفيش ادم كايد بتاعنا. فين هو ادم كايد الشغل الضيق والشغل الايجابي؟ اربع خمس مرات بتروح لعيب للعيب. اي واحد فينا بيتمنى يروح على اللعيب الباك بظهره، كانوا يعلموها لنا واحنا صغيرين. واحد اتنين تلاته انت بتجري، واحد اتنين تلاته هو بيلف لسه الستارت بتاعه ما اخدوش، انت عديت حتى لو مش حريف وانت راجل حريف. ايه. احمد شريف لمستين تلاته حلوين بصراحه، قوه وثبات على الارض وعقله كويس وبتاع. ناصر منسي يا ناصر، انت كده كده ناصر منسي، انت كده كده بنحبك. مستعجل على ايه؟ العب. جبت الجون، زميلك جاب الجون، انت ناصر منسي مش محتاج تثبت نفسك. لما هتقع ونبدا نتخانق منك عادي، احنا بقاش عندنا غالي، الفريق هو الغالي. غير كده بصراحه دونجا برضو نزل دافع. يعني دونجا انا عن نفسي في لازم يبقى في الملعب حد بيهين نفسه. دونجا احسن واحد بيعملها ان هو يهين نفسه، لكن شغل يبني هجمه والكلام ده فرجاني الساسي مش موجود عندنا في النادي. يا دونجا ركز شويه، وانت ما بتاثرش بس ركز شويه. لكن بقى تعالوا نشوف بقى حته البسبوسه بقى اللي مجننه الناس. ايه ده؟
انت جيت لنا منين؟ لا لا لا، ده احنا ربنا كرمنا ومن علينا. انا لازم اعمل فيديو شكر للكابتن الخطيب، ده شال من عندنا كل المشاكل اخدها عنده هو. وده فيديو تاني ان شاء الله جاي على اللي حاصل هناك في المعسكر التاني الاحمر بولعة النار باذن الله. انت جيت لنا منين يا عم اخوان الفينا؟ ايه ده؟ ايه الجمال ده وايه المهاره دي وايه السلاسه دي لا ده انت عبقري. انا مش يعني مش هيلمانك لا، بس انت تستاهل بصراحه تتشكر. يعني النهارده اول ماتش تبدا اساسي، احسن لعيب في الملعب، جول واسيست، كل كورك خطره، كل كره بتلمسها خطره، وبعدين جولك فيه ريحه الحبيب شيكا. الجون ده فيه ريحه الشيكا. انا حبيتك بصراحه. عموما احنا لا فرحانين ولا زعلانين، احنا كسبانين، بس كنا ممكن نكسر الدنيا، كنا ممكن نركب وثقه وروح معنويه والكل ينزل مقلق مننا. للاسف بانانيه ناصر ماهر وبعدم تركيز لعيبه كتيره، اكتر من 7 8 مرتدات نجيبهم اجوان بيتردوا علينا. ليه؟ ليه؟ عموما اديكم وصلت لكم رساله، وارجو ان انتم تكونوا شفتوا الفيديو بتاع البطل اللي مسافر يحضر الماتش على عربيه نص نقل في عز الشمس في الصندوق بتاعها. افهموا بقى الناس دي بتحبكم قد ايه، ما تخذلوهمش. عموما ان شاء الله هنكسب وهنركب بتركيز وبشويه هدوء وباخلاص، وربنا ييسر. السلام عليكم ورحمه الله.